قبل ما نبداو، شكرا جزيلا على المشاهده والتفاعل مع الفيديو السابق، وكنتمناو منكم دعم القناه بالاشتراك باش نقدروا نزيدوا القدام. في الحلقه ديال اليوم غادي نتعرفوا على موهبه شابه بدات الحياه ديالها بالشقاء، ولكن قدرت تحفر السعاده في طريقها باصرار على التحدي والنجاح. هناء المريني. هات اخي تاكل؟ لا انا اختي بصحة والله حتى تاكل بالله قلب الصحة. جواج مازال ولا تفكر في الزواج؟ ما تفكرش في شي بنت الناس. اخي تشرب؟ لا اختي لا والله حتى تشرب. الله يرحمك. لا والله حتى تشرب. لا كليت خصك تشرب. شكرا. لا شوف الناس ما بقاوش كاينين مستعدين زعما، ولكن انا ما مستعد والله عبسه ديالي السنان ديالو كحل في حد بيانو بالحق لا نبغيه. اسكت ما تخليو حد يدبر على راسو المحطه. شحال الشبه في الشهر؟ هو دخول صح هذا، ولكن غنقول لك والله يعطيه الصحه. تنشد 10000 درهم هكا. مليون. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. دوز انبوكس. كتنتمي هناء الأسرة الأصول ديالها من قرية بني حسان التابعة لإقليم تطوان، ولكن مسقط الرأس ديالها كان في مدينة الفنيدق. عاشت حياتها مع الأب والأم ديالها والثلاث إخوة آخرين، هي الكبيرة ديالهم. عاشت مع عائلتها لمدة 20 عام في كراج ديال المنزل الجد ديالها. درست المستويات الدراسية ديالها كاملة كتلميذة عادية، ولكن من صغرها تعرفت بروحها المرحة وميولاتها للتقليد والتمثيل. ملي لاحظوها دارهم والمحيط القريب منها أنها كتقلد مذيعين النشرة الجوية وكتقلد الناس والاصوات واللهجات في الدار، في المدرسه، في الحومه، نصحوها انها تدخل لدار الثقافه في الفنيدق باش تفجر الميولات الفنيه ديالها تما. كملت الدراسه الثانويه ديالها وخدت البكالوريا عام 2017. في نفس هذا العام غادي تشوف الاعلان ديال برنامج ستاند اب على القناه الاولى، وغادي تمشي لمدينه طنجه باش تدوز الكاستينغ. من بعد ما تم القبول ديالها في البرنامج قدمت مجموعه من الفقرات الفكاهيه اللي ميزاتها باللهجه الشماليه واللكنه الجبليه بالخصوص، وكانت هذه هي البدايه ديال المسار ديالها. خلال هذه المرحله المهمه من حياه هناء غادي يتقدم لها واحد المعجب من طرف الممثل والكوتش في البرنامج طارق البخاري بعرض الزواج. طارق غادي ينصحها انها تاخذ هذه الخطوه بحكم ان الشاب اللي تقدم له الصديق ديالو، ومن بعد الوعود اللي قدم لها انه غيساعدها في المجال اللي ماشيه فيه وانها غتحقق جميع الاحلام ديالها ويكون دائما مساندها ماديا ومعنويا. ما كانتش عارفه انها مجرد رهان دخلوا هذا الانسان مع اصحابه باش ياخذه. من بعد ما ارتبطت هناء وتجمعت تحت سقف واحد معاه بسرعه، وفي غضون اسبوع كانت في وسط عائله جديده في الدار البيضاء بعيده على عائلتها، وهي عندها 19 سنه غتعيش اسوأ سنه في حياتها مع زوج متغطرس وبخيل وحمات كتضغط عليها انها تشتغل اذا بغات الفلوس. رغم ان هذه العائله ميسوره كتعيش في فيلا ومساعدات والمدخل ديالها جيد، الا انها كانت كطالبه تخرج تخدم اذا بغات المصروف. اما الزوج فكان حرمها من ابسط الحقوق ديالها، وكانت كتضطر انها تلجا الام ديالها باش تصيفط لها 500 درهم باش تقدر تبدل العدسات ديال عينها باش ما كانتش كتشوف مزيان، وخصها تبدلهم تقريبا مره في الشهر. هناء لقات راسها في محيط مغاير على المحيط ديالها، ناس كيتعاملوا بالشوكه والسكين والهضره بالحساب. كانوا كينتقدوها على اي حاجه فيها، على الطريقه ديال اللباس ديالها البسيطه واللهجه ديالها اللي كانت كتجيهم غريبه، حيت هما كانوا كيهضروا فقط بالفرنسيه داخل الدار وكيحسوها دائما انها ماشي من المستوى ديالهم. كانت كتونس فقط مع البنات اللي كانوا خدامين في ديك المنزل، كانت كترتاح معاهم لانها مولفه بالبساطه والعيش الهادئ. في نفس هذه السنه كانت هناء كتمشي تقرا في الكليه المتعدده التخصصات في مارسيل في تخصص القانون العام، وكتدوز امتحانات ديالها وكترجع لذاك العالم الاسود اللي كانت كتعيش فيه. ومع الاسف كانوا كيجيوها عروض مهمه في التمثيل الكوميديا، ولكن من الزوج ديالها منعا باتا انها تكمل في ديك الدومين، وما كان عليها الا انها تقبل الوضع. من بعد عام من العذاب النفسي غتطلب الطلاق من الزوج ديالها وغترجع لدارهم اللي استقبلوها بكل فرح وصدر رحب. هنا غتنفس هواء البساطه والعيش الهانئ. غادي ينتقلوا هناء والاسره ديالها من العيش في كراج في الفنيدق لدارهم اللي بنوها في مدينه تطوان اللي غيكملوا فيها حياتهم من بعد. كملت الدراسه الجامعيه ديالها في القانون العام ودوزت 2 تكوينات في تربيه الاطفال، ومن بعد خدات دبلوم كمساعده اجتماعيه، وموراها قرات الاجازه المهنيه في تكوين الاطر التربويه والمربيات اللي خدات دبلوم فيها. دراسيا كانت كتمنى تقرا في المعهد العالي للفنون المسرحيه والتنشيط الثقافي في الرباط، او يكون عندها تكوين صحفي، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كان المصير والتوجه ديالها بحال اغلبيه الطلبه في المنطقه الشماليه.
في 2019 غادي يوقع الاختيار من طرف السيناريست والمنتجة والمخرجة بشرى ملاك وبالتعاون مع دريس ومهدي على هناء المريني باش تشارك معهم في فقرات كوميدية في برنامج الدار داركم على قناة الام بي سي 5. غتقدر تبرز الموهبة ديالها بقوة في حلقات عدة مع ضيوف البرنامج، وهذا راجع للروح الكوميدية وسرعة البديهة اللي عنده. وبعد نهاية البرنامج ومع مرور الأيام غادي تجي 2020 وبسبب تفشي وباء كورونا التسبب ديالو في قطع أرزاق العديد من العائلات، غادي يكون الأب ديال هناء من الناس اللي غادي يستغلوا الهجمة اللي عملوها مجموعة من الناس الشمال ودخلوا جماعة للسبتة. غادي يقدر من تما يحرق الاسبانيول للبحث على لقمة العيش، وهذا بسبب انقطاع العمل وفرص الشغل اللي عارفه البلاد في ديك الوقت. وبحكم انه كيخدم في البني فغادي يمشي لاوروبا بحثا عن حياه افضل ليه ولولادو وهو في سن 46 سنه. الاسره ديالو افتقداته، ولكن كانوا متفاهمين الوضعيه الصعبه اللي وصلت للمدن القريبه من سبته، وزيد عليها الكساد في جميع الانشطه بسبب جائحه كورونا. وفي أحد ليالي 2021 مع 12 ديال الليل غادي يجي اتصال آخر من عند المخرجة بشرى ملاك للانضمام والمشاركة في عمل تلفزيوني للقناة الثانية واللي غيتم العرض ديالو في رمضان 2021 من خلال سيت كوم كلنا مغاربة. هذه المشاركة المميزة ديال هناء غتكون إضافة جديدة في السجل الفني ديالها واللي غادي تزيد الدعم من بعد. هناء المريني غادي يبدا اسمها كيبان ملي جات فكرة تجسيد عدة شخصيات في الريلز ديال الانستغرام والتيك توك، واستانس بواحد الفيلتر اللي كان كيغير للملامح ديالها بشكل كوميدي مع اللكنه الجبليه. هذا التوليفه ولات رمز للفيديوهات ديالها اللي بداو كينتشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وحظاو باعجاب شريحه كبيره من الناس، الى ان جاتها واحد الفرصه ذهبيه ملي عملت البوز بسبب واحد الفيديو في القطار وهي ماشيه من طنجه للدار البيضاء. هذا الفيديو غادي يعطيها شعبيه كبيره، غادي ينهالوا عليها مجموعه من الشركات انها تعمل لهم اشهار وتشارك في مجموعه من عروض الازياء خاصه التقليديه اللي كتعمل معهم اعلانات للاسم ديالهم، وطبعا كتقاضى مبالغ من هذا النوع من الاعمال. هادشي غيكون سبب في تحسن الظروف الماديه ديال هناء، خاصه وانها المسؤوله عن الام ديالها وخوتها الصغار بعد الهجره ديال الاب ديالهم واللي كيعاون حتى هو عن بعد. وفي نفس الوقت الشهره ديالها كتزيد بالمقاطع الفكاهيه ذات الصبغه التهكميه او في اطار الدعابه حسب الموضوع اللي كتختار. ورجوعا للأب ديال هناء غادي تبقى لمدة أزيد من 3 سنوات وهي كتمنى طلاق الوالد ديالها وكتحاول لمرات عدة أنها تدفع الفيزا باش تقدر تشوفه. وأخيرا في الأيام الماضية قدرت أنها تاخد الفيزا ديالها ديال اسبانيا وتلقى مع الأب ديالها بحرارة وشوق وحققت ما كانت كتعتبره حلم من أحلامها. أما التجربة الفاشلة ديال الزواج اللي دوزاتها ما غاديش تمنع أنها تبدأ تجربة جديدة وعن قناعة مع شخص آخر بأفكار جديدة استفدت نوعا ما من الأخطاء ديال التجربة السابقة. هذه القصة رمز للمقولة ديال خطوة للوراء من أجل خطوتين للأمام. وهذه باختصار كانت قصة حياة الكوميدية هناء المريني. إذا عجبكم الفيديو كنتمنوا تدعموه بالإعجاب والاشتراك في القناة، ونتلقاكم في فيديو جديد وشخصية جديدة إن شاء الله.